السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. الأهلي هيلاعب سيمبا التنزاني في ثمن النهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 29 مارس، ولقاء العودة هيبقى 5 إبريل. يعني كده مفيش ماتشات في الدوري بين الماتشين بتوع أفريقيا. الأهلي يلعب مع سيمبا ليلا يوم 29 مارس بعد الفطار، لأن الدولة دي دولة مسلمة وبتراعي ربنا وما بيلعبوش ماتشات ولا بطولات بالنهار في الصيام. فمن حظ الأهلي إن هم يلعبوا الساعة 8 بتوقيت القاهرة يوم 29/3 ليلا في تنزانيا مع سيمبا. مباراة العودة هتكون في القاهرة يوم 5/4. كان في ماتش للأهلي مع فيوتشر يوم 3/4. كده الماتش ده كده هيتأجل، لأن مش هينفع يلعب ماتش بين الماتشين في خلال أسبوع. ونتمنى التوفيق للنادي الأهلي، في حين ان كابتن حسام حسن في دوره كانت المفروض تتعمل في الامارات، دلوقتي هتتعمل في العاصمه الاداريه، فيها 4 منتخبات: مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلندا. المفروض البطوله دي كانت هتتعمل في الامارات. ظهرت شركه المتحده المصريه واعلنت ان هي هتنظم البطوله في ملعب العاصمه الاداريه الجديد. البطولة دي هتنتهي يوم 26/3، والأهلي هيلعب يوم 29 مع سيمبا في أفريقيا. فنتمنى التوفيق لمنتخب مصر، وكابتن حسام حسن يحافظ على لاعيبة النادي الأهلي، لأن عندهم ماتش بعد ماتش المنتخب ب3 أيام. ده بالنسبة للنادي الأهلي. الزمالك هيلعب فيوتشر في الكونفدرالية. بالنسبة لمنتخب مصر، كابتن حسام حسن ضم 8 لاعيبة من النادي الأهلي: مصطفى شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، مروان عطية، محمد مجدي قفشة، وعمرو السولية، وأحمد نبيل كوك. في الحقيقة نتمنى التوفيق لمنتخب مصر فيما هو قادم، لكن نتمنى التوفيق أيضا للنادي الأهلي. منتخب مصر في البطولة دي آخر ماتش هيلعب يوم 26/3، والأهلي عنده ماتش يوم 29. فنتمنى من كابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر إن هو يحافظ على قد ما يقدر على لاعيبة النادي الأهلي، لأنه يلعبوا ماتش في أفريقيا بعدها ب3 أيام. يعني يلعبوا بنص ماتش كده، لأنها في الأول والآخر بطولة ودية. ونتمنى التوفيق للكابتن حسام حسن مع منتخب مصر، ويرجع الزمن الجميل جيل الكابتن حسن شحاتة واللاعيبة اللي كانت موجودة في الزمن ده وفي الوقت ده. الواحد متفائل خير مع الكابتن حسام حسن، لأنه شخصية مختلفة وروحه حلوة وروحه عالية، وهيكون إضافة لمنتخب مصر إن شاء الله. الحاجة اللي ما كنتش حابب أتكلم فيها ضربة الجزاء في مباراة الأهلي والبنك الأهلي. كانت النتيجة 3-2. لو كانت ضربة الجزاء اللي جت في إيد أيمن أشرف لاعب البنك الأهلي، كانت النتيجة هتبقى 4-2، يعني المباراة شبه خلصت. لكن حكم الساحة وحكم الفار عملوا مش شايفين ضربة جزاء كده عين عينك ومكبرة جسم اللاعب، والفار ما يحسبهاش ولا حكم الساحة يحسبها، في حين إن هي كانت ممكن تغير في نتيجة المباراة. لكن ضربة الجزاء لم تحتسب، ويقدر البنك الأهلي يتعادل 3-3، وفي آخر دقيقة يجيب هدف الفوز وتخلص المباراة 4-3 للبنك الأهلي. في أقاويل بتقول إن في تسريبات من غرفة الفار، إن كابتن محمد حنفي كان عايز يحسبها ضربة جزاء وحكم الساحة مش عايز يحسبها، وفي الأول والآخر هي ما اتحسبتش ضربة جزاء، وانتهت المباراة بخسارة النادي الأهلي 4-3. لكن مش مبرر لهزيمة النادي الأهلي، لأن هذه المباراة كان فيها أخطاء كارثية، وأخطاء في التشكيلة وأخطاء في التنظيم،
ولاعيبة بتلعب في أماكن غير أماكنها زي عمر كمال، وبداية مثلا زي مروان. المفروض كان ينزل مروان عطية، كان ينزل من أول المباراة رمانة ميزان خط الوسط النادي الأهلي. لكن كولر اعترف بخطأه وهيصحح الأخطاء القادمة، ودي أول هزيمة للنادي الأهلي في الدوري المصري. يبقى الماتشات اللي جاية الأهلي في راحة لمدة أسبوع. أول لقاء ليه هيبقى يوم 29/3 مع سيمبا في أفريقيا. والمنتخب هيلعب 3 ماتشات لحد يوم 26/3 في العاصمة الإدارية، وبعدها يستأنف الدوري المصري في أول 4. وكل سنة وأنتم طيبين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.